ماشي البحر هو اللي كان غادي يقتلها، الإشاعة كانت أخطر. هاجر ما كانش باغية تموت، كانت غير باغية تعيش حياة أحسن، ولكن منشور واحد في الفيسبوك خلاها تشد حقيبتها وتسافر أكثر من 200 كيلومتر وتدخل البحر وهي مقتنعة أن الحياة كتسناها في الجهة الأخرى. ولكن واش المشكل كان في البحر ولا في ذاك المنشور اللي صدقاته آلاف الناس؟ اليوم غادي نحكي لكم قصة هاجر، ولكن الحقيقة يمكن هذه قصة جيل كامل. كيفاش إشاعة كتولي حقيقة؟ هاجر بنت عادية بحال آلاف الشباب المغاربة، عندها أحلام وعندها خوف من المستقبل. نهار كانت كتقلب في الهاتف بان لها خبر: محكمة إسبانيا خرجت قرار قانوني، قرار طويل ومعقد، ولكن هاجر ما قراتوش كامل. شدات فيها غير جملة واحدة: ما كاينش الإرجاع الفوري. وبدات القصة. دخلت الفيسبوك، تيك توك، تليجرام، وكل منصة كانت كتقول نفس الخبر، ولكن بطريقة مختلفة. السبتة تحلات، اللي يوصل غيبقى. ما بقاوش كيرجعوا الناس، ما كان حتى واحد كيذكر القانون ولا التفاصيل ولا الحقيقة. كلشي كان كيبيع الأمل. واش عمرك لاحظتي أن الإشاعة كل ما تكررت كتولي كتبان صحيحة؟ ماشي حيت عندها دليل، ولكن حيت سمعناها بزاف. وهذا الشيء وقع لهاجر. رسلت الفيديوهات لصحاباتها سلمى، ومن بعد ياسين، ومن بعد الحمزة. داروا مكالمة، حتى واحد فيهم ما كانت عنده معلومة مؤكدة، ولكن كل واحد كان خايف إلا بقى وغدا يكتشف أن الفرصة ضاعت منه. وهنا كيولي الخوف أقوى من العقل. خرجت في الليل، ودعت الأم، عنقات الأب، شدات حقيبة صغيرة وشوية ديال الفلوس. في القطار كانوا مئات الشباب، والغريب أن كل واحد كان عنده نفس الفيديو، نفس الكلام، نفس الحلم، ولكن حتى واحد ما كان عنده الحقيقة. وصلوا للفنيدق وشافوا البحر، الفيديوهات. البحر كان كيبان سهل، في الواقع كان مرعب. صوت الموج كيقول لهم رجعوا، ولكن الحلم كيغوت أكثر. وبدات الناس كتجري. هاجر دخلت للماء. أول دقيقة عرفت أن البحر ما كيأمنش حتى بحد. الموج ضربها، الماء دخل فمها، والنفس بدات كتقطع. في ذاك الوقت ما بقاتش كتفكر في أوروبا ولا في الحلم، كانت غير باغية تبقى عايشة. ولكن قدرات توصل. طلعت فوق الصخور، بكات، ضحكات، وقالت وصلت. ولكن واش فعلا وصلت؟ المدينة ما كانتش هي المدينة اللي رسمتها في خيالها. لا خدمة، لا استقبال، لا دار، لا مستقبل واضح. مراكز عامرة، الانتظار طويل، والواقع أصعب بزاف من البحر. وفي ذاك النهار فهمت أن القرار اللي قررت ما كانش كيعني أن الباب تحل. رجعت من نفس الطريق، ولكن إنسانة أخرى. الأم كانت كتسناها، والأب كان ساكت حيت بعض الأسئلة ما عندها حتى جواب. اليوم يمكن الآلاف الشباب كيشوفوا نفس الفيديوهات ونفس المنشورات ونفس الوعود، ولكن خاصنا نسولوا سؤال واحد: شكون كيستافد من الإشاعة كتسبق الحقيقة؟ الهجرة ماشي عيب، والبحث على المستقبل حق مشروع، ولكن الحياة ما خاصهاش تبنى على فيديو عارفين شكون تصوروا ولا منشور ما عارفينش شكون كتبوا. قبل ما تمشي سول، قبل ما تغامر تأكد، وقبل ما تصدق بحث، لأن البحر ما كيعرفش الفرق ما بين اللي يدخل بسبب الحقيقة واللي يدخل بسبب الوهم.